الناس في مصر بتتكلم في ايه؟ الناس في مصر بتسأل عن ايه؟ أسئلة وإجابات، مشاكل واستفهامات في مصر في 3 ساعات. الناس في مصر. مصر في 3 ساعات، وفي مواضيع كثيرة بتهم كل الشعب المصري تقريبا، خاصة بالإسكان والإيجار والتمليك والمفروش والكلام ده كله، لأن السكن من أكبر المشاكل اللي بيواجه الكثير من الناس في مصر. ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد في العديد من مشاكل الإيجارات. موضوعنا النهارده هيكون مشاكل الإيجارات، وضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد راجي المحامي بالنقد. أهلا بيك معانا. اهلا بيك يا فندم. استاذ محمد، يمكن واحنا في المقدمه كنا بنقول قانون الايجارات الجديد هو صدر نسخه جديده من قانون الايجارات؟ طبعا صدر قانون صدر قانون في 31 يناير سنه 96. تمام. القانون ده لما صدر ده القانون اللي كان جديد. هو ده القانون الجديد اللي احنا فيه؟ بنطلق عليه قانون الايجار الجديد. هو مش جديد لانه عدى عليه 15 سنه الان. تمام. لكن هذا القانون لغى او اوقف العمل بقوانين الايجار السابقه، واعتبر اللي كان فيها حاله من الغبن من كل الايجارات التي تقع بعد 31 يناير 96 خاضعه لهذا القانون. اسمه القانون 4 لسنه 96. تمام. بيشمل ايه بقى القانون ده؟ القانون 4 لسنه 96 ده رجع للاصل اللي هو مبدا سلطان الاراده او العقد، هو المالك يعني العقد شريعه المتعاقدين. يعني فيما ما يتفق عليه المتعاقدان هو الملزم لهما. لكن قوانين الايجار السابقه لهذا القانون كان المشرع تدخل بنصوص استثنائيه وحظر انه يتم الاتفاق على خلافها. بمعنى انه ما فيش حاجه اسمها مده في القوانين اللي قبل كده. القانون 4 لسنه 96 جه وقال العقد شريعه المتعاقدين. اكتب اللي انت عايز تكتبه. العقد شريعه المتعاقدين، واشترط انه لازم يبقى في مده. لازم يبقى في مده محددة. القيمه الايجاريه المتفق عليها هي التي تسري. في ظل القوانين اللي قبل كده كانت القيمه الايجاريه بتحددها حاجه اسمها لجان تحديد القيمه الايجاريه. الدوله كانت بتشكل هذه يعني بتدعم هذا المجال شويه، يمكن لان الناس كان عندها مشكله سكن، ولكن لما وصل مرحله اسمه القانون الاستثنائي في حينه كانت البلد في حاجه الى هذا القانون. النهارده بعد التحرر وبعد التحرر الاقتصادي ارجعوا القاعده العامه العقد شريعه المتعاقد. يعني عايز تقول لي القيمه الايجاريه ثابته، يعني لو عايز المالك لا لو اتفقنا كمان ان احنا عندنا قابله للتغيير حسب ما نتفق عليه. قانون 4 القانون الان ما يتم الاتفاق عليه. يعني النهارده يقول 500 جنيه في الشهر، تزداد بواقع 10% سنويا، تزداد بواقع 5%، تزداد بواقع 100 جنيه، تزداد بواقع 500 جنيه. خلاص هذا في الزام. النسبه المسموح بيها. بس القانون يتدخل امتى؟ لو العقد نفسه خلى من هذه الامور. لو العقد خلى من القيمه الايجاريه القانون يتدخل ويحدد قيمه المثل. طيب لو خلى فيما يتعلق بهذا القانون، بما انه محدد المده، البعض بيأجر قانون قديم 59 سنة، هل ده ينطبق عليه القانون الجديد؟ يعني يقول لك ايه، انا اجر لك 59 سنة. ما 59 سنة ده مش 60. ليه مش 60؟ هقول لحضرتك 59 سنة ده خاضع للقانون الجديد ايضا اللي هو القانون 4 لسنة 96. طالما حددت المدة، بس هي المدة الطويلة اصطلح على انها قانون قديم. طب ليه 59؟ ليه 59؟ هو القانون المدني المصري. القانون المدني المصري ما حددش مدة لعقود الإيجار. فالناس المفكرين والفقهاء قاسوا على حاجة اسمها عقد الحكر. عقد الحكر أقصى مدة ليه 59 سنة 60 سنة. علشان لو عديت المدة دي أصبحت الوحدة. لكن في رأيي أنا إنه المدة اللي اشترطها قانون الإيجار مدة غير معينة. يعني تستطيع إنك تقول 100 سنة تستطيع، لكن لابد ان تحدد يعني مدة. موضة محامين. لا يعني لابد 59 دي موضة محامين. لابد هي اجتهاد. يعني اجتهاد اللي يجتهد ده يعني إن احسن ربنا بيسيبه، وان اساء برضه له اجر واحد كما يقال. يعني استاذ محمد، بالمشاكل الايجار القديم بقى توريث الشقه للابناء، كتير ما بنسمع بقى في مشاكل بين المالك وبين ابناء اللي كان في الشقه دي عايز يطلعهم. امتى بيحق لهم يكونوا موجودين في الشقه وياخدوها بالفعل بعد وفاه الاب او الام، وامتى يكون مش من حقهم انهم ياخدوا الشقه ويطلعوا؟ برضه حضرتك الجزئيه دي هامه جدا. وفاة المستأجر. لما يتوفى المستأجر في ظل القانون. المستأجر اللي هو مأجر الشقة من المستأجر من المالك اسمه المؤجر. واللي بيدفع القيمة الإيجارية اسمه المستأجر. ده المستأجر. لما يتوفى المستأجر في ظل القوانين القديمة اللي قبل القانون 4 سنة 96 مفيش حاجة اسمها توريث. مفيش حاجة اسمها توريث يعني قاعد في الشقة معاه من ولاده ولد أو بنت ما ياخدوش الشقة. يعني اسمحي لي إن أنا أبسط لكم الأمر. في ظل القانون الاستثنائي قانون الإيجار اللي قبل القانون 4 سنة 96
القانون قال لو توفى المستاجر او ترك العين لا ينتهي عقد الايجار، ولكن يظل لصالح مين بقى؟ الورثه. مش الورثه برضه. لا ده مش ورثه لانه مستاجر. هو قال لك لا مش ورثه، قال يظل لصالح الوالدين والاولاد والزوجه. عددتهم نص يعني الماده 29 عددتهم. الزوجه اللي هي زوجة مين معلش؟ زوجة المستاجر الاصلي. ايوه حضرتك بتقول الوالدين اهو الراجل الوالدين وزوجته. لا الوالدين والدي المستاجر. ايوه ابوه وامه وزوجته واولاده. وزوجته واولاده. اه اذا توفى المستاجر وكان دول حد منهم موجود معاه يستفيد من ميزه الامتداد القانوني لعقد الايجار وليس توريث. يبقى في شرط اساسي عشان يستفيد ويفضل الابن او الاب او الام او الزوجه في العين انه يكون مقيم في العين عند الوفاه او الترك. يعني المشرع ساوى بين الوفاه او انه المستاجر الاصلي يترك العين لابنه من حقه في حياته من حقه دون الرجوع للمالك. دون الرجوع للمالك وما يقدرش يطلعه من البيت. لا يستطيع طالما الابن موجود في العين وموجود حال حياة والده وعند وفاته. تحايل على جيل واحد برضه. طب انا بمعنى يعني انا دلوقتي يعني الاعمار بيد الله، بس المفترض ان الابن العمر ليه ولاولاده. فلما هو يتنازل بيها لابنه يبقى دخل الحفيد اللي ما كانش اصلا في الحزب. لا بعد اذن حضرتك يعني الجزئيه دي برضه حضرتك نطيتها شويه. هنا مفيش تحايل ولا حاجه. لو تركت العين من المستاجر الاصلي لابنه صار الابن مستاجر، هو الجيل الواحد، هو الجيل الاول. لكن ما فيش ابنه برضه ما دام بعد 4/11 96 لا بعد 4/11/2002 الحكم اللي اصدرت فيه المحكمه الدستوريه حكما قضى بعدم الامتداد الا لجيل واحد. لا يستفيد اي احد. نبسطها للساده المستمعين عشان يتابعونا من خلال هنقول SMS 4411 اللي عنده اي استفسار. نقول تاني ان هو المستاجر اللي اجر من المالك واخد الشقه وعنده زوجته وعنده اولاده، هو توفى ساب الشقه لحد من ولاده. لو ولاده حد منهم اتجوز وقعد في الشقه وخلف، هتبقى الشقه لسه من حقه وحق ابنه الان ولا ما هو برضه يعني هي مساله دقيقه جدا بالسنين بقى. بالظبط كده مساله دقيقه جدا. هو القانون في الاول ما كانش فيه، كان دواليك بمعنى مستمره. يموت المستاجر الاصلي يمتد الابن، يموت الابن يستمر وهكذا. جت المحكمه الدستوريه اصدرت حكم تاريخي في سنه 2002 في 4/11/2002 والحكم رقمه 70 لسنه 18 قضائيه. قالت فيه ايه؟ انه الامتداد لجيل واحد بس. الامتداد لجيل واحد بقى واحد اتوفى سابها لابنه. اللي توفى اللي يمتد لهم الايجار هم واحد من ثلاثه، الوالدين الاولاد او الزوج. بس هم دول. ما هو ده اللي بسأل حضرتك عليه يا استاذ محمد. نرجع تاني الزوج اتوفى وساب زوجته وساب والديه وساب ولد واحد مثلا. حلو. الولد ده خلاص ياخد الشقه، هل الولد ده يحق له يتجوز ويقعد في الشقه دي؟ يقعد بس لا يمتد لابنه بعد 4/11/2002. هو ده اللي عايزين نوصل له. نطلع بفاصل ونرجع تاني مع الاستاذ